ده يا جدعان. الحلقة دي هتبقى غريبة شوية لأن من غير مونتاج. الحلقة هي بودكاست كده، زي حاجة زي بودكاست هنتكلم فيها عن راسل بالوزا. هنتكلم فيها عن البلوزة. الله يخرب بيت البلوزة اللي جابوا البلوزة. ماشي. الحلقة هي بودكاست بدون مونتاج. أنا آسف لأن أنا والله العظيم في دراسة، وفكرة ان انا اعمل مونتاج دلوقتي وكده هو هتبقى صعبة عليا، مش هقدر ان انا اعملها دلوقتي. معلش استحملوني في ديت، اعذروني يعني، لان المونتاج هياخد وقت كتير وانا ما عنديش الوقت الكافي اصلا ان اعمل كل الكلام دوت. يعني انا بسجل الحلقة ديت في وقت انا اخده بريك من المذاكرة كده، فاستحملوني في حوار البودكاست دوت بس لحد ما الدراسة تخلص، وبعد كده بقى نرجع تاني للقصص ونرجع تاني للحلويات دي. وان شاء الله لو ليا وقت، يعني لو هاخد يوم ولا يومين فري من مذاكرة مش هذاكر، فان شاء الله هحاول انزل حلقة قصة، بس تكون قصة خفيفة كده هتمنتج في اليومين دول وبس. ده كان يعني بس تعريف للوضع دلوقتي عشان ما حدش يجي يسألني حلقات قصص او كده. معلش يا جماعة، ما هو برضو انا يعني ايه، مش هقدر ادي كامل تركيزي في القناة في الدراسة. في الاجازة انا معاكم دايما، اعمل اللي انتوا عايزينه بس. وتعالى بقى نتكلم يا حبيب قلب اخوك عن البلوزة. إيه، انا مش عارف بس والله ما قالش، بس البلوزة من بلبن احلى بكتير من اللي شفناه ده. لا العرض يا جماعه وحش قوي. العرض مش هقول لك انه مش قد التوقعات، مش هقول لك ان هو less than expectations. العرض هو اصلا ما كانش عليه expectations كتيره. ما حدش اصلا بقى يا جماعه بيتوقع حاجه من تريبل اتش، خلينا نتفق على دي. ما حدش بقى بيتوقع حاجه من الراجل ده. لكن اللي شفناه في الريس البلوزه، الراجل ده بيعلي على نفسه في الوساخه والقذاره. يخرب بيتك، انت ايه يا ابني؟ انت جاحد يالا، انت يهودي. ايه يا ابني؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ يخرب بيت اهلك، يا نهار اسود يا جماعه اللي احنا شفناه ده. يعني انت والله سيبك تعالى نتكلم. طيب انا والله تعالى نتكلم على ماتشات خطفه سريعه كده، والله ما لو مفيش حاجه تتحكي. بروك ليزنر وجون سينا، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ماتش بتحمسني ليه من سمر اسلام، وقلت ماشي. عمال تدي فيه وتمط في القصه وما فيش قصه، ما هو ما فيش بناء للمعدوه اصلا. ما فيش بناء. قلنا خلاص يا باشا ما فيش بناء يا رب. طب يبقى الماتش بقى يطلع حلو. ما فيش بناء يبقى ماتش حلو. ما هو انا القصه ايه؟ يا بناء حلو وماتش حلو، ده يبقى يعني السوبر واو. يا ماتش حلو وبناء وحش، تمام اهو ماتش حلو. يا بناء حلو وماتش وحش، ادي استمتعت بالبناء. لكن بناء وحش، مفيش بناء اصلا والماتش وحش، يعني يا اخي يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني مش عارف اقول ايه. مش عايز اشتم. انا بحاول امسك لساني عشان ما اشتمش، لان يعني الشتيمه لو طلعت مش هتبقى من البق، يا ريتها من البق هتبقى من حاجه تانية. انا مش عايز اعملها الصراحه. وبس الماتش عايز نحكي لك ايه اللي حصل فيه. بروك ليسنر كسب بعد ما يعني هان جون سينا. يعني جون سينا اتهان، جون سينا اتقل منه كتير. جامد قوي الماتش ده. بس 7 اف 5 يا جدعان، 7 اف 5 ورا بعض، وكان في 3 قبلهم. يعني بروك ليسنر عمل 10 اف 5 على جون سينا في ماتش. يخرب بيت ابوه. طبعا حاجه بس ايجابيه اقولها، تقديم بول هيمن لبروك ليسنر روعه، وانا كانت وحشاني. فورم بروك ليسنر حلوه جدا، بس ده اللي اقدر اقوله. وجون سينا اتدمر يا جماعه. جون سينا فعلا تعبان، وده يمكن اللي يبرر ان هو مش هيظهر بقى. يبقى ده مبرر ان هو ما يظهرش في البناء للكراون جول، ولو اني مش متحمس للعرض ده اصلا. عدي ده اللي جاي احسن. ممكن يبقى اللي جاي احسن. ماشي. دخلنا بعدها على ماتش الاوسوس والبرونز. يعني مش والله ما يتقالش على حاجه. اللي افتكر الماتش ده ايه، دخلت الاوسوس بالاغنيه القديمه يلعن ابو ييت ويلعن ابو اغنيه جي اوسو. الاغنيه دي احلى مليون مره. لكن طبعا لازم مش الجمهور، ما هو عشان يفرح. فرح الجمهور يا ابني، اعمل ايه؟ شغلوا اغنيه جي اوسو ودخل. ماتش. بص انا الماتش كنت متوقع ان هو يطلع باداء كويس، وهو طلع باداء مش وحش مش واو، لكنه مقبول. يعني كان عندك الاوسوس كويسين مع بعض، فرديا زباله. الاتنين مع بعض كويسين طبعا، ومن افضل التاك في التاريخ. بروم بريكر طبعا موهوب وممتع وروعه وكل حاجه.
برونسون ريد برضو مصارع كويس جدا. ال نايت انا ما حسيتش ان هو عمل اي فرق لما كان حكم، يعني ما عملش حاجه. ايه اللي عمله؟ ممكن يعني انه سمح باستخدام الكراسي والترابيزات، كنت هفتحها يا اسطى، كنت اعملها نو هولز بارد او تورنيدو تاج وتفتح قوانين الماتش وخلاص، طالما انت هتفتحها بسبب وجود ال نايت ما كانتش لازما كل اللفه ديت يعني. بس الماتش خلص بنتيجه الحمد لله، دي النتيجه الصح الحمد لله، فوز برونسون ريد وبرون بريكر. بس ده اللي نقدر نقوله على الماتش ده. عشان بعدها ندخل ماتش سي ام بانك وحرمه ضد سيس رولينز وحرمه. طب والله بص هتكلم بجد، الماتش دوت يمكن كان احسن ماتش كاداء في الليله كلها، في العرض كله. انت عارف انها هتشتم عليها، بس اصل الماتشات ادائها متدني يعني. ده احسن ماتش كاداء. كان في سبوت حلو اللي هي لما ايجي اترمت على بانك وسيس وخدتهم على الترابيزه ووقعت بيهم. ده اللي افتكره من الماتش يعني ما افتكرش حاجه تانية. ده السبوت اللي هو ده الحاجه اللي سبوتي في الماتش دي. الماتش كان حلو، كان فيه ستوري تيلينج مش بطال، وكان اللعب دايما على حته ان بانك بيتضرب امتى بس ايجي ليه هتدخل الحلبة، لكن ايجي ليه ديت يعني يعني مش عارف اقول مين، يعني تريبل اتش في عزه مثلا، لا ولا بلاش تريبل اتش يعني، لا ولا كأن ايجي لي ديت شون مايكلز في عزه بقى هتنزل تتشقلب في الحلبة. انا بقى بحب ايجي لي، بس يا جماعه مش لازم تدوها خلاص ماشي. هي طريقه من طرق الدبليو دبليو اي لشحاتة عشان يشحتوا البوبليك بتاع الجماهير لما تنزل. تمام خلاص مش هنتكلم. نزلت ايجي لي عملت الحركتين وعملت بعد كده وفضل الماتش ماشي. وقعوا من الاتنين على التلاتة على الترابيزه، لكن ايجي لي هي اللي تقوم معرفش ازاي. كبر مخك كبر مخك كبر مخك، مش هتدقق في دي يعني، كبر مخك يا عم. يعني ايجي لي هي اللي قامت والاتنين الرجاله هم اللي واقعين. يا اخي سبحان الله، يا اخي سبحان الله والله. خلونا نشتم النسويه دي والله مش عارف، والله ما عارف ماشي. ايجي لي طلعت عملت حركه استسلام كده، والله ما عارف ايه الحركه دي اسمها ايه، ما علينا يعني. عملت لي بيكي لينش حركه استسلام وبيكي لينش استسلمت. المتوقع حصل، واللي اتمناه بقى ستوب العداوه الميكسد دي على كده، ووديني في 60 داهيه ايجي لي وبيكي لينش يولعوا مع بعض على بطوله القارات، على بطوله العالم للسيدات، على اي حاجه في الدنيا بس يبعدوا كده. وديني ابوس ايد اهلك لماتش فردي بين سي ام بانك وسيس رولينز. ماتش فردي ببروموهات كويسه بين الاتنين، بس طلع لي الاتنين يقفوا قدام بعض يعملوا بروموهات، بس ده اللي انا طالبه، مش حاجه يعني مستحيله. افتكر معايا اخر عداوه محترمه اتعملت في الدبليو دبليو اي كانت امتى؟ درو ماكنتاير وسي ام بانك. العداوه ديت يعتبر اخدت نفس وقت عداوه بانك ورولينز، وبانك ورولينز طولت عنها اصلا، لان لو تشوف بانك ورولينز بادئه من شهر 12 2022 2003 2024 2024. بانك ودرو على فكره يا جماعه قعدت 5 شهور 6 شهور بس. لا 6 شهور لا ثواني، بدأت في شهر 2 في شهر 10 8 شهور، يعني يعتبر نفس المدة، وبيكو وسيس متفوقين اصلا. هل انت شايف العداوة دي زي دي؟ طبعا لا، صريحة اهي. ليه؟ في عداوة بانك ودرو الاتنين كانوا بيعملوا سيجمنتس قدام بعض كتير وحلوة، الاتنين اصلا كويسين على المايك، فطبيعي ان السيجمنتس ما بين الاتنين قدام بعض، اتنين كويسين في المايك، عداوة كويسة، الجمهور كله اعترف قال لك يا جماعه تريبل اتش حتى لو مش مقدم اي حاجه فالعداوه دي هو تعب عليها والعداوه حلوه. لكن انت دلوقتي بتقدم ايه؟ ولا حاجه. مفيش عداوه واحده مثلا توحد ربنا تقول ان الشركه كونسيستد او ماشيه عليها، لا مفيش اي حاجه تقدر تشفع لك اللي انت فيه ده. وده يودينا للماتش الاخير، درو ماكنتاير ضد كودي رودز. يا جدعان هو حد غيري زهق من كودي رودز ولا انا بس؟ عشان انا مؤدي عظيم على فكره وبحب اداؤه، بعيدا عن جسمه كان بايظ. جسمه لو شفت يا جماعه بطنه ترهلات ومصيبه سودة، الراجل رفع البنطلون اصلا عشان يغطي البطن. لكن والله تعالى نتكلم بجد يا جماعه، وحد غيري زهق يعني؟ حد في ناس تانية زهقت من كودي رودز يا جماعه؟ مش مصارع ممتع على فكره وانا بحبه، لكن كودي رودز بطل الاتحاد
الراجل ده يا جماعه مش حاسين ان هو، هتقول لي طب ما هو تعب يا جماعه، تعب خلاص وكسب البطوله وقعد بيها سنه، ايه لازمه ان هو يعد ايام تانية بالبطوله؟ ما خلاص الراجل قعد سنه كامله بالبطوله، سنه ما خسرهاش، ايه لازمه ان هو يكمل هيقعد يعد ايام تاني ليه؟ طيب هتفرق في حاجه؟ لا. يعني هل انت لما هو يبقى معاه بطوله هو هيفرق في حاجه؟ لا يا جماعه. طب ما هو نجم، ما هو نجم عظيم والناس عارفه كده والجمهور عارف كده والناس عارفه كده، طب انت ليه بتشيله البطوله؟ ما اعرفش السبب. ويا ريتك مثلا مخليه يكسب مصارع عادي يا جماعه، كسب درو ماكنتاير، حرام يا جدعان. درو ماكنتاير لو كان كسب في ريس البالوزا، انا سمعت ان في خبر ما اعرفش ده صح ولا لا، ان درو ماكنتاير وكودي روز اقترحوا على الكرييتيف تيم في الدبليو دبليو اي ان درو يكسب في ريس البالوزا بعد كده، وتبقى الفوز بخيانه راندي لدرو لكودي، بعد كده كودي، وبعد كده كودي بعدين قول على السيريس يسترجع اللقب من درو، وبعد كده بقى يبدا عداوته مع راندي لحد المنيا. ليه ما حصلش ده؟ ما اعرفش. ليه التعمد والكره ده لدرو ماكنتاير؟ ما اعرفش. الراجل يعمل ايه تاني؟ ما اعرفش، ودي اكتر واحده ما اعرفش. شايل الشركه طبعا، مصارع عالمي طبعا، فورمه جباره طبعا، اداء خرافي طبعا طبعا طبعا، ايه ناقصه؟ ما اعرفش، هم يسالهم هم. بس ده كان البلوزه، يعني البلوزه فعلا هنقول ايه يعني، عرضش قوي، عرض وحش وحش وحش. حاجه نسيت اقولها، يا ناس ازاي. درو ماكنتاير شقط ستيفاني يا جماعه، الحمد لله الحمد لله والله. درو ماكنتاير ايه، الله يخرب بيتك يا بخ، انت لخبطتني. اندرتيكر معلش شقط ستيفاني من بخه. اندرتيكر طلع وقعد يلاغي ستيفاني اللي هو دي مخطوبه متجوزه، ما طيب متكلم عليكي. عارف عارف في فيلم امير البحار لما كان بيقول لها انت مربوطه، هو وفكرني بيه. كان اسمه ميمس. هو يعني انا اسف يا ظاهره والله، بس انت اللي بتعمل في نفسك كده، وبخ اللي بيعمل فيك كده. يعني اللي مش عايز اقول عليه كلمه قبيحه، لان يتقال عليه كلمه قبيحه اللي هو عمله ده. طلع لا مرتبطه بحاجه، حاجات غريبه كده اهوت يعني، لحد ما اعلن ان هي في الهولو فيم ل 2023 ل 2026. I don't care على العرض كله. عرض تقيمه كام يا عمر؟ قيمه 3/10 مثلا على اداء الماتش الميكس التاك تيم، بس 3/10. وان درو ما خسرش بطريقه نظيفه تامه، لا هو خسر بسبب ان هو يعني دي ممكن احسبها له،